هو ايه الفرق ما بين الاسهم والسندات؟ الاسهم لما بتشتريها بتكون شريك في الشركه اللي بتشتري اسهمها، وبيكون عندك جزء من ملكيه الشركه دي. سندات الشركات لما بتشتريها بتكون بتسلف فلوسك للشركه دي، ومش بيكون ليك حق التملك فيها. الاسهم بتكسب من خلالها لو اداء الشركه دي ارتفع وسعر سهمها عالي، لكن السندات بيكون مالكش دعوه الشركه دي كسبت ولا خسرت. كده كده لو الشركه دي موجوده وشغاله هتاخد تاني الفلوس اللي كنت مسلفها لهم. الاسهم ما بتكونش عارف انت لو كسبت هتكسب كام، بينما العوائد من السندات بتكون نسبة ثابتة ومحددة من الأول. الأسهم ملهاش مدة استثمارية محددة، ولكن السندات بتكون محددة المدة في أغلب الأحوال من أول يوم. الأسهم بتكون استثمار عالي المخاطرة وبالتالي عالي في فرصة الأرباح، أما السندات بتكون مخاطرتها قليلة جدا وعائدها قليل بالمقارنة مع أرباح الأسهم الكسبانة. يوم لما تقرر تبيع السهم بيتحدد مكسبك من خسارتك. لو بعت السهم بسعر أعلى من اللي اشتريته بيه هتكسب، ولو السعر أقل هتخسر. أما في السندات ففي يوم انتهاء مدتها بترجع لك الفلوس اللي كنت مسلفها للشركة، وكمان بتكون أخدت العوائد اللي كانت بتتصرف لك طول فترة امتلاكك للسند. دي كانت فكرة عامة عن الفروقات الأساسية ما بين الاتنين، لكن ما هياش الفروقات الوحيدة، وكمان التفاصيل بتختلف على حسب نوع السندات ونوع الأسهم.